بالحق حاجه توجع القلب عادل وقت اللي تشوف تيران نوعيه هذه. وانا نحكي من منطلق مهنتي كصحفيه كي تمشي باش تغطي مباراه في 9 شهور كنا حتى احنا زاد فاهمين وماذا بينا اللي ما عادش نحبوا نقعدوا نتفرجوا هكايا واحنا فايخين وواعيين ونتكلموا خاطر راهو لينا سنوات الوغ احنا بدينا قبلهم ببرشا. اللي مجهزه باحدث التقنيات ما سحقش بلدها باش تتكلم دونك تتكلم والسؤال يوصل والاجابه تكون موجوده والترجمه فوريه. رجعنا الصور الخاصه داخل المستطيل الأخضر. وأخيرا وليس آخرا استكمال بنية تحتية عصرية وملاعب تعتبر تحفة معمارية داخل القارة السمراء. ملعب مولاي الحسن بمدينة الرباط، معلم زاد المدينة جمال فوق جمالها. هي الحفرة التي أذهلت كل من حضر وشاهد وعاين بداية الأشغال، ثم شاهد وعاين جمال المركب في النهاية. معقل نادي الفتح الرباطي اتخذ لنفسه ثوبا جديدا ارتدى وشاح الجمال استعدادا لاستقبال ضيوف الكان. جوهرة رياضية في قلب العاصمة المغربية. عملية التجديد كانت في فترة قياسية لم تتجاوز 9 أشهر. أرضية بعشب هجين عالية الجودة ومدرجات حديثة مزينة باللونين الأحمر والأخضر كألوان علم المملكة. إضاءة تعتمد على تكنولوجيا متطورة تشمل شاشات عملاقة ما يتيح مشاهدة استثنائية وتجربة ممتعة للمشجعين. مدرجات مصممة لتوفير رؤية واضحة من جميع الزوايا بسعة تصل إلى حوالي 22,000 متفرج، وإمكانية إضافة 20,000 مقعد في المستقبل استعدادا لاحتضان كأس العالم. كما يغطي السقف جزءا واسعا من المدرجات لتوفير الحماية للجمهور من العوامل الجوية. غرف ملابس تحتوي على أحدث التجهيزات، كما نجد كذلك قاعات تقوية العضلات وعديد المرافق الأخرى خاصة باستخدامات مختلفة. ملعب مولاي الحسن يحتوي كذلك على مركز إعلامي مجهز كما ينبغي لتسهيل عمل الوفود الإعلامية، بالإضافة إلى منصة صحافة تضمن كل الظروف الملائمة والمريحة للصحفيين من خلال قربها من حافة الميدان وتجهيزها بأحدث الإمكانيات. دون أن ننسى قاعات بتجهيزات حديثة لكبار الشخصيات ومرافق ضيافة مجهزة بأحدث الابتكارات التكنولوجية. تكلفة الأشغال ناهزت 80 مليون دولار. إنجاز بسواعد مغربية 100%، ساهم في تحسين وتطوير البنية التحتية للمملكة المغربية، مما يجعلها منافس قوي لكبار القوم في عالم كرة القدم. من الملاعب اللي باش تحتضن كأس أفريقيا 9 ملاعب بالتمام والكمال في 9 أو في 6 مدن مغربية سعدت كما يجب لاستقبال ضيوف المغرب في هذه النهائيات اللي كل المؤشرات عايدة تأكد أنها بتكون استثنائية على مستوى التنظيم، على مستوى الحضور الجماهيري، وحتى على المستوى الفني. المغرب اكيد تراهن برشا على التظاهره هذه باش تظهر كل امكانياتها، لانه ما ننساوش اللي باش تحتضن كاس العالم ما بينها وما بين البرتغال واسبانيا في 2030. دونك يلزم وكان من المفروض ومن الضروري بالنسبه لهم باش يوريوا للعالم الكل اللي قادرين على التنظيم كاحسن ما يكون. هنا شفنا التيران معناها بالحق حاجه توجع القلب عادل وقت اللي تشوف تيران نوعيه هذه. وانا نحكي من منطلق مهنتي كصحفيه كي تمشي باش تغطي مباراه في 9 شهور في دره المتوسط، كي تمشي تلقى الدبابس فوق راسك وما تلقاش وين تقعد، والناس معاك الجمهور في وسط منصه الصحفيين واللي يسب من غادي معناها كي تشوف حاجات من نوع هذا اللي فيه السبيطار المجهز اللي ولا لا عدينا نتاع سبيطار وقاعه عمليات قاعه عمليات في وسط التراب وغرف انعاش. بما انه عايده حكيت عليه الموضوع نتاع الملاعب، نزيدوا نعديوا عزيز لقطات من الملعب اللي مجهز بمستشفى كامل بجميع المواصفات اللي يحتاجها اي مستشفى موجود في جهويا او وطنيا في اي دوله اخرى. العمليات المعقده
معناها اللي انستونتانيمون صارت بليسيور حتى من الدونتيست موجود، حتى من الدونتيست موجود. وهذاك علاش هما اليوم ناجحين وواصلين هذيك علاش قاعدين يربحوا في كل شيء بالحق. انت ساعات في بعض الاحيان تتساءل سي فريد خلي اشراف انت محاصره اللصيقه فهمت برك الله وقت تحكي والزول سيطر عليها. نعرفك انا معنا ديما تحت اولويه للجنس اللطيف. حاب تصدق خلي تاخذ هي الكلمه ثم بعد مصر زاد حتى نحكي معك مصر تكمل هي الكلمه بعد تورجيك سي فريد. يلا تفضل اشراف. شوف انا بور موا هذا الكل سايكسبليك علاش المغرب. هذه صور في علاقه بالملعب اللي فيه مستشفى خاص طبعا في علاقة بالمركب الرياضي اللي باش يحتضن المباراة الافتتاحية نهار الأحد. هذا هو المستشفى. وشوفوا هذه الصور الحصرية لقناة الحوار في علاقة بالبنية التحتية الموجودة في الملاعب واللي تجاوزت التقاليد العادية في إعداد الملاعب وتجهيزها وتجاوزت ذلك بكثير إلى مستشفى على عين المكان مع قاعات أخرى اللي طبعا ثم عيادة طبية ثم دونتيست طبيب أسنان وأيضا غرف حتى الصدمات الكهربائية غرف الصدمات الكهربائية. أعتقد أي لاعب اللي قدر يتعرض إلى إصابة ولا حتى من الجماهير ما يسحقش يمشي يتنقل طبعا إلى مستشفى وغيره على عين مكان تتم العمليات والتدخل الطبي. تفضل شرف. هذيك علاش قاعدين نشوفوا اليوم اللي الكره المغربيه قاعده تقدم بطريقه انكرويابل. وانا فرحانه لهم الحقيقه على خاطر يستاهلوا على قد السعي على قد النتائج. اليو 17 اليو 20 كوب دافريك ليكيب فيمينين اتسيتيرا. معناتها هنايا قاعدين نراو بعينينا اللي سيت اون فولونتي اراده نتاع دوله اللي هي الميز على الرياضه على خاطر الرياضه نجم تدخل الفلوس باش تبني البكاتب وتبني مصحات بالنسبه للعائله تهمه برشا. رجعونا الصور ما يسالش مع انه اشراف تتكلم. رجعونا الصور نتاع الندوات الصحفيه واللي مجهزه باحدث التقنيات. ما سحقش بلديه باش تتكلم دونك تتكلم وسؤال يوصل والاجابه تكون موجوده والترجمه فوريه. رجعنا الصور الخاصه ب طبعا قاعه الندوات الصحفيه على مستوى عالمي. معناها عمل في كامب نيو ولا في الفيلودروم ولا معناها على مستوى عالمي على مستوى اللي موجود ومتواجد في اكبر الجمعيات العالميه. هو الاستاد 9 اشهر بناوه في 9 اشهر. احنا قانون الجمعيات قداش عنده باش تعدى 16 سنه تو 9 اشهر. هي عايده قاعه الندوات الصحفيه. لحظه قاعه الندوات ما نعرفش علاش قاعه الصحفيين نرجعوا خاطر تعدت 9 هي تعدت 9 لانه صار المونتاج نتاعها فوالا. هذه هي قاعه الندوات الصحفيه و كامل الاوصاف صارت افراح فوالا. تلو ريسبي او ديتاي. المؤتمرات الصحفيه اللي اكيد تتخلل او تعقب المباريات الخاصه بكاس افريقيا. وايضا هذا الملعب سيحتضن المباراه الافتتاح بين المنتخب المغربي وجزر القمر. تفضل اشراف كمل. دون تعليق فولونتي معناتها شوف العالم الكل فهم. السعوديه فهمت اللي هي الدواميزي، القطر فهمت، المغرب فهمت، الكل حتى احنا زاد فاهمين. وماذا بينا اللي معناتها ما عادش نحبوا نقعدوا نتفرجوا هكايا واحنا فايقين وواعيين ونتكلموا خاطر راهو الوغ احنا بدينا قبلهم ببرشا بسنوات ضوئيه كنا سابقين. معناتها توا لا مونتال ينفع لا تكنيك ينفع راهو يلزمنا ظروف ماديه حاليا. قلت لك فولونتي ظروف ماديه حاليا هي اللي تحكم فينا. كيف بالله بالطبيعه. ما نعتقد انه ان شاء الله معناها تتعمل حلول. نجموا استثمارات ما نعرفش معناتها تخوبي سي سيغ. اللي يوجع هو كونه 1994 نظمنا كاس افريقيا، 2001 جي ميديتيراني، 2004 كوب دافريك. نورمالمون اليوم ننظموا كوب دي موند احنا. احنا ما عادش قادرين ننظموا بطوله تونسيه. ما عادش عندك ملعب. انت تحن وصلنا الدربي تلعب في مستير ما خلالوش ملعب. ايش تحكي انت على نحكي لك بعد 21 سنه من نظمنا كوب دافريك نورمالمون ننظموا كوب دي موند. كان جات فما اراده كيف ما نحكي. نظمنا كاس العالم لكره اليد. نظمنا كاس العالم لكره اليد. كنا ننظموا الدورات والمناسبات والتظاهرات الرياضيه الكبرى. وان شاء الله نرجعوا ان شاء الله اذا فما تتوفر الرغبه وخاصه يتوفر التمويل. نعرفوا زاده باش نكونوا واقعيين. الظروف الصعبه اللي تمر بها البلاد اقتصاديا وان شاء الله نتجاوزوها. هذه البنيه التحتيه
وهذه السياسة الرياضية صح التعبير، نحكي سياسة رياضية بتاع الاتحاد المغربي لكرة القدم أدت إلى هذه النتائج. نشاهد لقطات من نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن وفوز جديد وتتويج جديد للكرة المغربية. طبعا ألف مبروك للمنتخب المغربي العربي الافريقي على انه كان النقاش كبير على من الاقوى من الافضل الدوريات والمنتخبات الاسيويه ام العربيه الافريقيه. الاجابه صارت البارح في قطر في نهائي البطوله العربيه. نذكر بالمسابقه الخاصه بالخطوط الملكيه المغربيه، رحله يوميه الى المغرب. قداش من رحله يوميه الى المغرب بالنسبه للخطوط المغربيه الملكيه المغربيه تامنها يوميا. وكما قلت تذكره السفر على درجه صحيه لاي وجهه تختارها في المملكه المغربيه، دار بيضاء، مراكش، فاس، طنجه، الداخله، اغادير وغيرها من المدن. فقط العدل المنفذ الاستاذ نبيل بافون يقولوا لنا راهو برشا تليفونات وكم هائل من التليفونات قاعدين يكتبوا فيه على الواتساب. ما تطلبوش على الواتساب، يلزمكم تبعثوا الاجابه على الواتساب على الرقم 28 999 786. تبعثوا ميساجك اهو قداش من رحله تامنها الخطوط الملكيه المغربيه يوميا بين تونس والمغرب. حظ سعيد لكل المشاهدين. يلا انتصار كبير، انتصار هام. المغرب حاضره في كل المنافسات في كل المسابقات، ليس حضور شكلي بل حضور فعلي. تفوز وتتألق وتتوج. حقيقة عادة شفنا مباراة كبيرة بين الزوز فرق، حتى المنتخب الأردني يقدم مستوى محترم جدا في الدورة هذه. دونك المنتخب المغربي بعد الشان شفنا المنتخب المغربي اللي هو الفريق الثاني او في بعض الاحيان يقولوا حتى الفريق الثالث. انا شفت لاعب في المنتخب المغربي اللي هو الكابتن ديكيب حمرين ولا اسمه، لعب على اعلى مستوى ميور جوار معناتها. شوف خذوه في الشان ميور جوار، خذوه في الكوبارب ميور جوار، وماهوش موجود في الناسيونال، مش موجود في الناسيونال يعني حتى واحد منهم في المنتخب المغربي في لارج شوا اللي ولاو عنده في النيفو مع اللي برو اللي عنده هذيك بروغراماسيون. لا بس شوف مع تشوف اليوم المنتخب المغربي البالي اللي وصل له المنتخب المغربي على مستوى المباراه الحقيقي كان فما برشا تشويق، كان فما برشا كان فما نيفو نعاود نقول خاصه على المستوى الفني. زوز فرق الحقيقه يخدموا. انا ربما السؤال نتاعي يختزل انه تخدم تلقى. هذا هو الميساج اللي حبيت نخرج منه. ماناش نقيموا ونحلوا المقابله فنيا لان الناس كل حلت عليها ومش دورنا هذايا، لكن اجمالا اليوم المنتخب المغربي ربحناه في 2004 هزينا كاس افريقيا. كنا معناها نتقارب معناها فما تسابق حتى في المقابله الدوليه الوديه اللي ربحتنا في الرباط كان المستوى قريب. اليوم موجودين في كل المنافسات قاعدين يهزوا في التتروات، وربما هذه الانفراستركتور هذه الامور الماليه اللي متوفره بهذا الشكل خلت الفريق مع طبعا خلينا نقول جيش اللاعبين الموجودين خارج حدود المغرب خلاهم يسيطروا في الداخل والخارج افريقيا اقليميا ودوليا على كل المسابقات. وربح المنتخب الاردني اللي مترشح للمونديال بالليكيب الاولى، يعني اذا اعتبرنا انه هذه الليكيب الثانيه ولا الثالثه. انا اللي يهمني لهنا من هذا الكل انه ان شاء الله نحن المنتخب التونسي نعملوا فريق منتخب نتاع شان نتاع بطوله محليه، يكون عندنا بروجي وفيه مدرب وفي ناس تخدم كيما هما خدموا، على الاقل نحن ناخذوا الافكار ونبداو فيها ونمشي معها. كان انت ديما كي نرجعوا فهمتي انك ما حضرتش بالطبيعه باش تاكل العصا يعني في الكوباراب. اليوم ولا ان موديل الحقيقه بالنسبه لنا المغرب الناس كنا نحكيو عليه، نحكيو على التيرانات قبيلك انا شفنا من اعلى مستوى، نحكيو فهمتي على الديسيت لوفا الكل يعني بشتى انواع. اليوم اذا فما موديل ناجح ما علينا على الاقل ما نجموش الامكانيات معناتها اما نتبعوه شوي. وين نجموا نحن كتوانسه نلقاو رواحنا على خاطر عندنا موديل نحن توانسه راهو نعرفوا كيفاش كنت نحكي مع سنين تو بدينار تترشح المونديال تمشي لافريق تمشي عندنا حاجه كيلكو بار عندنا الذكاء التونسي وهذاك الصاير يعني ذاك الصاير اي وهذا الحاجه احنا بدينار قاعدين نترشح بالكوب دافريك والكوب دو موند وكلاسمون وصلنا 14 مونديال ما يلزمناش ننساوه راهو شيء. ما يلزمك دينار ما يلزمكش تقعد. هذا هو اللي خلانا نتعداو في الباليين تاع المغرب. سيستم دي انا نترشحوا انا قاعدين
انا موجود. لا ما الخوف كل خوف كان نكملوا هكا ما عادش نترشحوا. ما عادش نخلطوا. لا ما عادش نخلطوا. ما عادش نخلطوا. حاجه في المنتخب المغربي هذايا اللي لعب دوزيام ولا تروزيام ايكيب، الموين داج 29 و 30 واللي الفريق اللي باش يلعب في الكان موين داج 26.7. معناها الركراكي كي عمل دوز انترفيو عمل، هو ما قدمش السيليكسيون تاعو في كونفيرونس دو بريس، قدمها على الباج وبعد عمل دوز انترفيو في دو راديو. اش قال؟ قال انا نخمم في الخبره وخذيت جوارات 29 30، لكن نخمم زاده في المستقبل. الكان هذوما اللي يحكي لك عليه توا سي فريد بن بلقاسم اللي ياخذ بيست بلاير في الكوباراب وماهوش موجود في الكان، وموجودين جوارات اللي عمرهم 22 و 23 والكل، خاطر خلط لا موين داج 26.7. معناها اليوم نحكيو على اكيب يخدم على اليوم ويخدم على المستقبل نتاع الفريق. دونك فما رؤيه واضحه. وقت اللي ما مشاش لونترينور الكوباراب نتاع الكان وما مشاوش الجوارات اللي باش يلعبوا في الكان. دونك فما دو كومبيتيسيون كي اون ايتي جيري، معناها كل وحده على روحها بونترينورها بملاعبيتها افيك لو سوكسي او بو، وما نعرفش خاطر سي ستركتوري وخاطر يا لا فيزيون. على الاقل فما نقطة مهمة برشا، معناها بخلاف الخدمة اللي صايرة في المنتخبات والنتائج اللي نشوفوا فيها، المغرب قاعد يكون في مدربين. هذه معناها وفما استراتيجيه واضحه. اليوم كي نشوفوا الخدمه اللي كل كاتيجوري عندها المدرب نتاعها وياخذ الوقت اللي لازم وياخذ الامكانيات اللي لازمه باش ينجح. اليوم عندك وليد الركراكي سكتيوي اللي هز الشان وتروازيام بلاس في الجوز اولمبيك وزاد هز الكوباراب، عندك وهبي شامبيون دو موند U20. يا سليم الفينال فيه زوز مغاربه راهو.